جيت في يوم فكرت ان انت تتعلم اي مهارة وفعلا اتعلمتها، لكن بعد كده لقيت ان انت مش عارف تجيب اي عميل. العيب مش فيك او ان انت معرفتش ان انت تتعلم المهارة ديت، لكن في حاجات لازم تعملها عشان تعرف ان انت تجيب عميل، وانا في الفيديو دوت جاي اقولها لك. لو ما تعرفنيش، انا يوسف علاء، صاحب قناة البوصلة، القناة اللي معمولة عشان توجهك في حياتك. عندي خبرة في مجال الجرافيك والتسويق، وعندي فريق قوي جدا للتسويق على السوشيال ميديا. فلو مهتم اسيب لك طرق التواصل وحاجات تانية كتير في وصف الفيديو دوت. انا البوصلة وجاي اوجهك في طريقك، ويلا نبدأ الفيديو. اول حاجة اشبك نفسك مع الناس الصح. في اي مجال هتدخل فيه لازم تكون عارف الناس اللي انت بتستهدفهم، واللي احنا بنسميه الجمهور المستهدف، وهم الناس اللي محتاجين المنتج او الخدمة بتاعتك. فلو انت مثلا مصمم جرافيك، فالناس اللي انت بتستهدفهم هم الناس اللي بتعمل اعلانات ممولة او اصحاب المشاريع. تاني حاجة لازم تعمل بورتفوليو. البورتفوليو بكل بساطة هو معرض اعمالك. في الفريلانس كل التعامل بيبقى عن بعد، فمفيش ثقة بين العميل وصاحب الخدمة، وهنا بيجي دور البورتفوليو، انه بيعرف العميل ان انت فعلا متقن للخدمة ديت وهتعرف تقدمها له، وان انت اشتغلت في المجال دوت قبل كده. البورتفوليو اهم حاجه بالنسبه لاي شخص فريلانس. اي عميل هيخش لك هيكون عايز يعرف الاعمال اللي انت عملتها قبل كده، فاهتم ان انت تعمل بورتفوليو قوي ومميز. ثالث حاجه اعرف مشكله العميل وحلها له. في اي مجال بتبقى فيه مشاكل معروفه عند العملاء، يعني مثلا في مجال الجرافيك العملاء بتتضايق ان المصمم ما بيكونش فاهمهم، فبالتالي المصمم بيفضل يعدل في التصميم لان هو مش فاهم العميل اصلا. فانت هتحل المشكله ديت ان انت قبل ما تشتغل لازم تعمل بريف مع العميل، والبريف دوت هو ان انت تعرف كل حاجه تخص التصميم. وهكذا في اي مجال انت فيه لازم تعرف مشكله العميل وتحلها له، لان دوت هيخليك مميز عن باقي الناس. ولازم ان انت تكون مميز في حاجه معينه عشان دوت اللي هيفرقك عن غيرك. رابع حاجه عامل عملائك كسفراء ليك، يعني وانت بتتعامل مع العميل لازم تكون واثق ان العميل دوت هيرشحك لغيره. يعني مثلا لو انت مصمم جرافيك وجالك واحد بتاع محل ملابس وعايز يعمل تصميم، فلو التصميم دوت حلو ومميز، فزميله او المحل اللي جنبيه هيساله عن مين اللي عمل لك التصميم دوت، وطبعا هو هيديله رقمك او هيرشحك ليه. ودوت اللي احنا عايزينه بالظبط، هو ان الناس تفضل ترشحك، ودوت هيزود ثقة الناس فيك وهيزود عملائك من غير ما تتعب نفسك ان انت تفضل تنشر بوستات. وبعد ما تخلص شغلك مع اي حد حاول ان انت تخليه ان هو يسيب تقييم للشغل دوت، وده كمان بيزود ثقة اي عميل جديد يجيلك، وبيخليه ياخد بسرعة خطوة ان هو يشتغل معاك لان هو شايف ناس مبسوطة من شغلك. خامس حاجة استثمر في نفسك. من اكتر الحاجات اللي ممكن تقضي عليك في مجال الفريلانس هو ان انت ما تطورش من نفسك. لازم تكون عارف كل جديد بيحصل في المجال، لان لو عميل حس ان انت تصميماتك قديمة فمش هيشتغل معاك. ما نكونش احنا في 2025 وانت بتعمل تصميمات من 2010. ومعلش انا بتكلم بصيغه التصميمات كتير لان انا اشتغلت في مجال الجرافيك فتره كبيره، لكن انت خد المصطلح دوت على حسب مجالك. كل ما تطور من مهاراتك صديقي فانت بتزود من فرص ان العملاء تزيد. ما توقفش عند مستوى معين وخليك ملم بكل جديد، لان دي هتبقى حاجه قويه جدا بتميزك عن باقي الناس. سادس حاجه ودي اهم حاجه، وان انت تعمل صفحات على السوشيال ميديا. كل اللي انا قلته لك في الاول دوت حاجات بتساعدك ان انت تزود عملائك، لكن انت عشان العملاء يعرفوك اصلا لازم تكون عندك صفحات على السوشيال ميديا، سواء على فيسبوك او تيك توك او انستجرام. ولو قدمت محتوى على اليوتيوب فانت هتبقى مميز اكتر بكتير، لان انت بكده هتكون عملت كل اللي انا قلت لك عليه في خطوه واحده. هتوصل للعميل وهتخلي العميل يثق فيك، وهتعرف العميل على شغلك، وهتعرف العميل ان انت مبدع في شغلك، غير ان انت ممكن تفيد ناس كتير قوي. لكن لو انت مش عايز تقدم محتوى على يوتيوب فانت الخيار الامثل ليك هو فيسبوك وتيك توك. في فيسبوك حاول ان انت تستغل الجروبات بتاعه الفيس عشان تنشر عليها شغلك. انضم للجروبات بتاعه مجالك وافضل ان انت انشر عليها، وخلي بالك جروبات الفيس من اكتر الاماكن اللي فيها عملاء. وحاول ان انت تستغل المشاهدات بتاعه تيك توك، لان تيك توك المشاهدات فيها كتيره جدا، فحاول ان انت تستغل النقطه ديت عشان تظهر شغلك. لو اهتميت بالمنصتين دول وبالحاجات اللي انا قلتها لك فانت 100% هيجي لك عملاء، لان الحاجات اللي انا بقولها لك ديت انا مجربها في نفسي، سواء لما كنت في مجال الجرافيك او التسويق او البرمجه. وهو صديقي انا اشتغلت في الثلاث مجالات وطبقت على الثلاثه اللي انا بقوله لك دوت. لو وصلت لنهايه الفيديو وحسيت ان انت استفدت شارك الفيديو دوت مع اي حد تعرفه. انا البوصله جاي في طريقك، وسلام يا صديقي.